النادي الأهلي ينجح في الإطاحة بنادي فاركو المتواضع في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز بنتيجة 4-1. الأهلي كان بيعتمد في الهجوم وفي نقل الكرة على اللعب من على الأطراف بشكل مباشر. كان بيعتمد في كل هجمة ليه على نقل الكرة من عن طريق الأطراف بأقل عدد ممكن من اللمسات. بينما نادي فاركو كان بيتكتل في عمق الملعب، كان بيمنع أي باص أو نقل للكرة عن طريق النادي الأهلي في قلب الملعب أو أي خروج للكرة في قلب الملعب. وفي المقابل كان سايب أطراف النادي الأهلي حرة في استلام الكرة والصعود إلى منطقة جزاء نادي فاركو. لاحظ هنا إزاي لعيبة فاركو متكتلين أمام دفاع النادي الأهلي ومانعين أي باصة أو أي خط للباص للعيبة قلب الملعب سواء ديانج أو زيزو. لاحظ هنا تكتل لاعبي نادي فاركو في قلب الملعب مع ترك الأطراف النادي الأهلي بأريحية شديدة لاستلام الكرة. هنا في تفصيلة مهمة جدا وتكتيك مهم اشتغل عليه النادي الأهلي وقدر من خلاله يسجل هدفين في المباراة دي، وهي تقدم لاعب نص الملعب محمد علي بن رمضان ناحية الجناح الشمالي للنادي الأهلي أشرف بن شرقي. ده كان بيشكل زيادة عددية على دفاع نادي فاركو، وكان بيخلق مساحة للانطلاقات للاعب أحمد سيد زيزو أو أي لاعب جاي من نص الملعب. التفصيلة دي قدر منها النادي الأهلي إنه يسجل هدفين في المباراة بنفس الجملة اتكررت أكتر من مرة. لاحظ هنا تمركز محمد علي بن رمضان وتحرك زيزو، ده حصل في الهدف الثاني والهدف الثالث للنادي الأهلي. الشوط الثاني خوسيه روبيرو قرر إنه يبني الهجمة من قلب الملعب، يخلي الباكين يضموا لقلب الملعب، يبقى في زيادة عددية، يقدر يستلم ويسلم ويبني الهجمة من قلب الملعب. التغيير ده تسبب في الهدف اللي جه في النادي الأهلي. حاول النادي الأهلي يبني الهجمة من نص الملعب، الضغط عليه اتقطعت، ومن ثم حدوث بعض الأخطاء هنتكلم عليها في آخر الفيديو، والنتيجة لده الأهلي استقبل هدف المباراة الوحيد. هنا حصلت مهامه الدفاعية في نص الملعب بمفرده على أكمل وجه، كان شايل نص الملعب لوحده. ولكن التغيير ده بيدل على عدم اقتناع خوسيه روبيرو باللاعب ألو ديانج، وذلك لأنه بيحب يبني الهجمة من القلب، لازم يكون لعيب وسط مدافع يبني الهجمة. التغيير كان باين على وش ديانج. ناس كتير هتفتكر إن الهدف اللي تلقاه النادي الأهلي غلطة الحارس مصطفى شوبير، لكن لا، الهدف 100% غلطة اللاعب محمد هاني. يعني أي حد في مكانك هيفكر إنه يطفش الكورة، يطلع الكورة بره، يشوطها بره منطقة الجزاء، يشتت. لكن إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إزاي بترجع الكورة كده؟ إزاي عايز تطلع الكورة كورنر؟ أنا مش عارف إمتى الأهلي هيتخطى حقبة محمد هاني، إمتى الأهلي هيعمل أبجريد في مركز الباك اليمين. أنا مش فاهم يعني. أنا شايف إن الهدف ده 100% غلطة محمد هاني. أنت أصلا مش شايف مين وراك ولا شايف إيه اللي بيحصل. الكرة قدامك سهلة ممكن تطفشها، ليه بترجعها ورا بدماغك للكورنر؟